أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لهم والغاصبين لحقوقهم ومنكر فضائلهم. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب وليس كمثله غريب يا مظلوم كربلاء. صلى الله عليك وعلى ولدك الشهيد سيدي. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حكم المنية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قراري. بين يرى الإنسان فيها مخبرا حتى يرى خبرا من الأخبار. فالعيش نوم والمنية يقظة والمرء بينهما خيال ساري. ليس الزمان وإن حرصت مسالما خلق الزمان عداوة الأخيار. والنفس إن رضيت بذاك أم أبت. والنفس إن رضيت بذاك أم أبت منقادة بأزمة الأقدار. لا يا تأمن الأيام يوما بعدما غدرت بعترة أحمد المختار. فجعت حسين بابني ويلاه فجعت حسين بابنه من أشبه المختار في خلق وآية. يا طواري لما رآه مقطع الأوصال ملقيا
في الثرى تذري عليه الذايا ناداه والأحشاء تلهب والمدامع تستسهل بدمعها المدرايا يا ريش. صح يا أبو علي قال يا كوكبين ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا الوالد سمع صوت الولد سلم، الوالد سمع صوت الولد سلم ولن صوت خمد أسرعوا للحومة قصيد يم جثة وليد قعد من شافته قلبا مريد. ليش من شافته قلبا مريد العدا قطع ووصال بدد يقطع ووصال بدد ما رد يا وسفة ما ريد يا وسفة الولد عني راح ما ريد وسيف القطع الحشاي ما ريد أنا شفته وصحت عمر بعد أنا شفته وصحت بعدك عمر ما ريد يا شبه المصطفى وروح الزكية يا شبه المصطفى وروح الزكية لكن الأمر لله إنا لله وإنا إليه راجعون. من كلام لمولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام لما برز ولده علي الأكبر عليه السلام قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه لقضاء الحوائج لشفاء المرضى دفعا للبلاء نصرة للمجاهدين شمولنا بخفي وألطاف وعناية مولانا صاحب العصر والزمان. صلوا على محمد وآل محمد. في هذه الليلة يختصر الحديث عن مولانا علي الأكبر صاحب هذه الليلة والليلة الآتية حول الأحداث التي حدثت في ليلة عاشوراء، كما أيضا اعتدنا على أن ليلة الحادي تكون مختصة فقط إلى أحداث ما جرى بعد مقتل سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين.
في هذه الدقائق المعدودة حتى نعطي حق علي الأكبر في المصاب والبكاء عليه مواساة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الكرام. لم يذكر المؤرخون أن أحدا من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع صفاته، جميع صفاته الخلقية والخلقية والمنطقية إن صح التعبير. ولهذا يذكرون أنه لم يكن أحد يشبه النبي الأكرم سوى مولانا شبيه النبي علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، فقد شابه النبي بجميع صفاته في خلقته وخلقه ومنطقه، وهذا ما قام عليه الدليل في كثير من الروايات. مثلا في مورد الشبه فقد ورد في حديث عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضوان الله عليه، كان يقول جابر إن السيدة الزهراء عليها السلام كانت تشبه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مشيته، فتارة تمشي على اليمين وتميل على اليسار. ورواية عن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر ابن أبي طالب، قال: يا جعفر لقد أشبهت خلقي وخلقي. وهكذا بالنسبة للإمام الحسن كما مر عليكم ليلة البارحة. ووارد عندنا أيضا المولى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه قد شابه النبي الأكرم في اسمه وكنيته. هذا أيضا موجود في تراثنا. بعد مولانا الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء أشار إلى مشابهة عبد الله الرضيع بمن؟ بالنبي الأكرم. يوم قتل استشهد الغلام الطفل الصغير، قال: اللهم اشهد إنهم يقتلون أشبه الناس برسولك صلى الله عليه وآله وسلم، يعني عبد الله الرضيع. إذن ماكو واحد من أهل البيت يشبه النبي الأكرم في جميع صفاته. وقد ورد عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال يوم برز علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، قال: اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا، خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. أي أخلاق أي خلقة إذا جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الأكرم الله عز وجل خلق في أبهى في أجمل وأكمل صورة، ليس فيه عيب ولا نقص أبدا. ولهذا حسان ابن ثابت لما جاء لمدح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وراد مدحه، مدح جمال النبي كمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشد قائلا حسان بن ثابت أنشد قائلا: وأجمل منك لم تر قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقه الله في أجمل وأكمل صورة صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الصورة
كان علي الأكبر هذا الجمال فيه متجسد، يرون علي الأكبر كأنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو رسول الله ما عدا النبوة والرسالة، صورة النبي متجسدة في وجهه علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. إذا جئنا إلى مولانا علي الأكبر، طبعا هناك حديث طويل، هذا نتركه إلى أهل الحديث وأهل الرواية والدراية، كلام طويل عريض بأنه علي الأكبر، هل هو أكبر من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه أم الإمام زين العابدين أكبر؟ الوارد عندنا أن علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه ولد في سنة 33 للهجرة في اليوم 11 من شهر شعبان، والثابت عندنا أيضا أن الإمام زين العابدين ولد ما بين سنة 38 و 39 للهجرة. فلما يشوف واحد هذا التاريخ شو يقول؟ يقول علي الأكبر شنو؟ هو أكبر من الإمام زين العابدين، حيث يكون عمره يوم عاشوراء على اختلاف الروايات 33 أكثر أقل، عمره 27 أو 25 وهكذا، ويقال أيضا عمره 19 سنة. وما يثبت أنه علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه هو الأكبر يستشهدون بمن؟ بكلام الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه، لما حضر في مجلس يزيد بن معاوية عليه لعائن الله، قال له: من أنت؟ قيل له أنه علي بن الحسين. قال يزيد عليه لعائن الله: أليس الله قد قتل عليا؟ يعني الله اللي قتل مو البشر. الله أكبر. قال الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه: كان لي أخ أكبر مني، أو كان لي أخ يسمى علي الأكبر أو أكبر مني قتلتموه. وعلى هذا النص يقولون أنه شنو؟ علي الأكبر هو أكبر من الإمام زين العابدين. سيد جعفر مرتضى العاملي يذكر أنه هذه الرواية مذكورة أيضا بمصادر أخرى دون ذكر الأكبر، فما يمكن أنه إحنا نستدل بأن علي الأكبر هو أكبر من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. أما التاريخ فمختلفين فيه. على أي حال هذا الكلام نترك إلى أهله. أيضا يكنى مولانا علي الأكبر بماذا؟ يكنى بأبي الحسن، كنية أبو الحسن. ولهذا الإمام الصادق عليه السلام يشير إلى أبو حمزة الثمالي، يقول له: يا أبا حمزة، إذا زرت الحسين صلوات الله وسلامه عليه ضع خدك على القبر الشريف وقل ثلاثا، يعني من ناحية شنو؟ من جانب رجلي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال له: وقل ثلاثا صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله عليك يا أبا الحسن، 3 مرات. علي الأكبر شبيه النبي الأكرم في خلقته، وبعد مولانا في أخلاقه. أي أخلاق؟ هذا الذي الله تبارك وتعالى يقول عنه في القرآن الكريم: إنك لعلى خلق عظيم. أخلاق رسول الله متجسدة في علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. صورة النبي شوفونها بمن؟ بعلي الأكبر. هذا النور العظيم، هذا الجمال النبوي، النطق خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. يعني نطق، أي نطق؟ تتحدث عن نطق رسول الله اللي يقول صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أفصح من قال، أو أنا أفصح من تلفظ بالضاد. زين، علي الأكبر يشبه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يذكرون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما كانوا يشتاقون إلى النبي الأكرم، فاقدين جمال النبي، فاقدين صورة النبي، فاقدين صوت النبي الأكرم، يجون للحسين يقولوا له: يا أبا عبد الله، خلينا نشوف علي الأكبر. فينادى علي الأكبر، يجي علي الأكبر وقد وضع برقعة على وجهه، ستار، خاف واحد يصيبه بالعين وكذا. على أي حال يدخل علي الأكبر، ما يقول له تحدث، لا، يقول له: بني علي،
اقرأ القرآن، ويرتل القرآن الكريم علي الأكبر، وإذا بأصحاب رسول الله يبكون ويبكون ويقولون هذا صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الجمال النبوي نعم متجسد في علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. جمع الصفات الغر وهي تراثه من كل غطريف وشهم أصيد، في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين في مهابة أحمد. الله يا علي الأكبر. كان علي الأكبر كجده صلى الله عليه وآله وسلم كريما ومعطاء. إن الله أمرني شنو؟ أمرني بالسخاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ونهاني عن البخل. النبي يقول، ولذلك يقولون لما اجت بنت حاتم الطائي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي يدري هذه بنت كريم، بنت كريم لازم يكرمها بالحد الذي هي فيه أو كانت فيه. ماذا صنع النبي؟ يقول أكرمها، أعطاها نياق جمال ما سد الجبلين. زين. وذاك الرجل يجي من البادية إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكرم النبي صلى الله عليه وآله، يقول سد له ما بين جبلين من النياق والمال وكذا. يقول يرجع إلى أهله يخبرهم بكرم رسول الله وسخاء النبي، يقول لهم إنه نبي. قال له شلون عرفته؟ قال لهم إنه يعطي عطاه من لا يخاف الفاقة، يعني من لم يخاف من الفقر. هذا الكرم كله كان في علي الأكبر أيضا متجسد مولانا. يقولون علي الأكبر كان يشعل علي الأكبر نار، أهلنا يسمونه موقد، يشعل نار. يجون ذولا أهل البادية الفقراء المساكين كذا، يدورون واحد يساعدهم. يقول يجون يشوفون هاي النار مشتعلة، يقصدون النار، يصلون إلى دار علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، فيكرمهم علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. هذا الجمال النبوي، هذه الأخلاق النبوي. إن الإمام يشهد بأنه صلوات الله وسلامه عليه في يوم كربلاء برز إلى القوم للقتال. فالإمام الحسين يلعن قتلة علي الأكبر. يقول له يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، ولم تحفظ قرابتي من رسول الله. الله أكبر. مولانا اليوم أنت إذا عندك حاجة بس تعال اقصد باب علي الأكبر. يقولون مجلس علي الأكبر، علماءنا يقولون موجودين، هذا مجرب. يقول ما ذكرت مصيبة علي الأكبر ما ذكرت في مكان إلا والزهراء حاضرة في ذلك المجلس. والزهرة إذا تحضر المجلس حتما ما ترد أحد خائب أبد، خلي حاجتك بين يديك. واليوم خلينا نمشي الكربلاء. مولاي أحد العلماء يقول كانت لي حاجة مستعصية صعبة. يقول ماذا أصنع؟ ذهبت إلى زيارة سيدي ومولاي أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. يقول بزمن ذاك الحاكم الظالم، النظام اللي تعرفونه، يقول كانوا الخدمة بالليل يسكرونها يغلقون الأبواب. يقول طلبت من عتون أن أبقى عندي حاجة وكذا، وقعدت هناك توسل إلى الله بالحسين لقضاء حاجتي. يقول صليت ودعيت بكيت إلى أن يقول هومت عيني بالنوم، وإذا بي أرى في عالم الرؤيا سيدي ومولاي الحسين على الهيئة التي قتل بها. يعني شلون مولانا شيخنا سادتنا؟ يقول كله جراحات ينزف دما. يقول مضت ليلة أخرى وبعدها اجيت ليلة الجمعة نفس الحالة.
يقول قصدت سيدي ومولاي الحسين أتوسل به إلى الله. أيضا بقيت نمت، يقول شفت الحسين في عالم الرؤيا على نفس الحالة، إلا أن الحسين له جرحان فقط، بس جرحان. وين هالجرحان سيدنا؟ يقول قال جرح في ظهره وجرح بقلبه. الله أكبر. يقول وصلت للحسين قلت له سيد السلام عليك، رد علي السلام. قلت له سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، ليلة الجمعة اللي مضت شفتك كلك جراحات، والآن شفت بس جرحين عندك سيدي ينزفان دما. قال لي نعم يا سيد، هذه الجراحات تآلمت. قال له شلون سيدي؟ قال له بدموع شيعتي، هذه دموع شيعتي صارت بلسم لجراحاتي. الليلة لا تبخلها بدمعتك على مولاك علي الأكبر. قال له نعم. قال له لكن هذان الجرحان هما باقيان إلى يوم القيامة. ليش سيدي؟ قال له ما هذه الجروح؟ قال له أما الجرح الذي بظهري فهو جرح أخي أبا الفضل العباس، يوم وقع على رمضاء كربلاء، يوم الحسين قال الآن انكسر ظهري، الآن قلت حيلتي. قال له هذا الجرح باقي مولاي، وثق دمعتك. قال له أما الجرح الثاني يا سيد هذا باقي إلى قيام الساعة، اليوم القيامة. قال له هذا جرح ولدي علي الأكبر، هذا باقي مولانا باقي. الله أكبر. آجركم الله. سوت مصيبة علي الأكبر بالحسين. عندنا رواية يذكرها أحد العلماء، يقول عن سكينة عليها السلام إن أبي في مقتل أخي علي الأكبر أشرف على الموت 3 مرات. يمتى مولانا؟ يقول عن سكينة يوم ودع الإمام الحسين علي الأكبر، يقول والمرة الثانية لما طلب منه الماء، يقول وأما الثالثة لما رآه مقطع الأوصال على واهجة الرمضة. نعم آجركم الله. علي الأكبر كان من بني هاشم أول شهيد. لما سمع الحسين ينادي وقلة ناصرة ألا من معين يعينني، يقول خرج مولانا علي الأكبر وهو ينادي لبيك يا داعي الله. يقول أذن له الحسين عليه السلام في المرة الأولى، فبرز يقاتل قتال الأبطال حتى نكس أبطالهم وقتل رجالهم. يقول فاشتد به العطش، كان عطشان بأبي وأمي. يقول رجع إلى الخيام إلى أبيه الحسين. يقول التفت إلى الحسين قال له سيدي أبا عبد الله، صيد الملوك أرانب وثعالب، وإذا برست فصيدي الأبطال. عرف قصد الإمام. قال له بني ماذا تريد؟ أتريد سيفا قاطعا؟ قال لا يا أبا. أتريد فرسا؟ قال لا يا أبا. قال له إذن ماذا تريد؟ حاضر للمصيبة يا غيور. قال له سيدي ثقل الحديد قد أجهدني، ثقل الحديد قد أجهدني، هل لي من شربة ماء سبيلي؟ عطشان علي الأكبر. يا بويا شربتي ماء الكبدي، يا بويا شربتي ماء الكبدي، أتقوى وارد لي الميدان وحدي. يا بويا الفطار كبدي وحق جدي، العطش والميدان والحر. آجركم الله
في رواية قال له الحسين بني علي بني علي افتح فمك، فتح فمه، يقول دفع خاتمه إليه وقال بني علي اصبر سيسقيك جدك المصطفى بكأس الأوفى شربة لا تظمع بعدها أبدا. وين اللي عنده حاجها وثق دمعتك. ويقال أن الإمام عليه السلام قال بني علي اخرج لسانك، فأخرج علي الأكبر لسانه، فأخرج الحسين لسانه، قال بني علي خذ لساني. يقول فمص لسان أبي وإذا به ينادي الله أكبر، إن لسان أبي كالخشبة اليابسة. يا بويا الماء يقل منين أجيب، يا بويا الماء يقل منين أجيب، ما هو قلبي مثل قلبك ليهيب. أجركم الله. يقولون أرباب العزاء والمقاتل أن ليلى كانت تدعو لولدها، هكذا ورد عن أهل المقاتل والسير. أجركم الله. يقول الإمام التفت علما إلى علي الأكبر قال بني علي ادخل على أمك ليلى فإنها وجل حزينة عليك. يقول دخل علي الأكبر شاف أمه ممتدة مغمى عليها، يقول أخذ برأسها وضع الرأس في حجره، يقول بكى لحالها رحمة الله، يقول سقطت دمعة من عينه على وجه أمه، أفاقت صاحت أعلي هذا؟ قال نعم فداك ولدك يا علي، أنا ولدك يا علي. ما هذا البكاء أمه؟ أما تريدين أن تأتين يوم القيامة وتقولين لمولاتي فاطمة الزهراء سيدتي يا زهراء أنا فديت ولدي لولدك الحسين؟ قالت له نعم بيض الله وجهك، لكن ولدي ولدي فراقك يؤلمني. صاحت الأم صاحت محلى الولد محلى الولد محلى جمال، محلى الولد محلى جماله، ابني يشبه رسول الله بجماله. أجركم الله. انتهى من وداع أمه. يقول جاء إلى الحسين وودع أباه الحسين ثم خرج إلى ساحة المعركة. أجركم الله. يقول مسلة بسيفه شائرا سيفه وهو يقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي. أجركم الله. قاتل الأعداء قتالا شديدا حتى ظن القوم أن علي بن أبي طالب عليه السلام يقاتلهم، فصاح بعضهم هل خرج علي من قبره؟ ضربات علي، طعنات علي. آجركم الله. يقول حميد بن مسلم فمر بي مرة بن منقذ العبدي وقال علي آثام العرب إن لم أذكر أباه به. قلت يكفيك الذين احتوشوه وان الغيارى. يقول فتركني فضرب مولانا علي الأكبر برمح في خاصرته وضربه بالسيف على رأسه.
يقول فعلي الأكبر بجراحاته يقول احتضن رقبة الفرس ظنا أن الفرس تأخذه إلى خيام سيد الشهداء، لكن الفرس أخذته إلى الأعداء. هذا يضربه بسيفه وذاك بالخنجر وذاك بالرام. آجركم الله وإذا بي سقط على الأرض مقطع الأبصال. أنا المناد ينادي وعليا أيوا سيدا أيوا مظلومة. صاح صيحة سيدي أبا عبد الله عليك من السلام. هذا جدي رسول الله قد سقاني بكأس الأوفاء شربة لا أظمأ بعدها أبدا. يقول جاء الحسين إلى علي الأكبر، لكن بيا حالة أنت تصور. يقولون أرباب المقاتل والسيار من عادة الحسين ينزل من على ظهر الفرس، لكن لما أتى إلى ولد علي الأكبر رمى بنفسه على ولد علي. يقول السيد المقرم أعلى الله مقامه يقول من جلت الغبر وإذا بالحسين واضع خد على خد ولد، يعني تمدد طول بطول ويا علي الأكبر وهو ينادي بني علي على الدنيا بعدك كلام. يا ابويا شقالت يا ابويا شقالت من الطبر روحك، بويا شقالت من الطبر روحك. يا ابويا ما تراويني جروحك، لو ان ابقى يا ابويا كنت انوحك. يقول له يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني لل20 ما وصل نسري، وحاتفني عليك الدهر لك شار. يقول الحسين أراد حمله لكن ما يستطيع يشيله. التفت لبني هاشم قال لهم احملوا ولدي علي الأكبر فإني لا طاقة لي على حمله. طولت عليك بس هالدمع واسألك الدعاء. يقول بينما الحسين عليه السلام هكذا يقول اجوا رادوا يشيلون علي الأكبر. يقول كلما رفعوا عضوا سقط الآخر إلى الأرض مقطع الأوصال. يقول جابوا بارية جمعوا جسد علي الأكبر. يقول وهكذا أخذوا إلى فسطاط الشهداء. يقول من واقفة على الباب مولاي بس اسمع. يقول واقفة سكينة على الباب، واقفة سكينة على الباب شافت أبوها محدودة بالظهر يمشي ويكفكف دموع بكمه. يقول وشافت علي الأكبر محمول. تدري صاحت؟ يقول ركضت إلى نحو أمي صاحت يما قومي قومي وتلقى ابنك يا ليلة. أنا قومي وتلقى ابنك يا ليلة يا ليلة داوي جروحه وهالليلة. أنا لامت حرب شايل ثقيلة ومن العطش بارد دليل. اجت ليلى إلى ولدها علي الأكبر رأته مقطع الأوصال. بس تصور أنت ويايا أمه تشوف ولدها بتلك الحالة ماذا تصنع؟ يقول خضبت وجهها بدمه الزكي وهي تنادي وولده وعليا. تدري صاحت محلى الولد محلى الولد محلى الولد يما محلى الولد لو صاح يما. أنا محلى الولد لو صاح يما يما ومحلى الولد لو قابل أمه.
أنا تجي الوالدة تشبقه وتضم أثار الولد شمام الأم، تقول ليلى بدر ليلي علي غاب. يا الله إلهي وسيدي ومولاي، إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. اللهم صل على محمد وآله. اللهم عجل لوليك الفرج، هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ورضاه يا الله. اللهم من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة ولك فيها رضا، لا سيما من أوصانا بالدعاء، اللهم اقضي حوائجهم يا الله. من على المرضى بالشفاء العاجل يا الله. رد كل غريب أسير زائر إلى أهله سالما غانما يا الله. اللهم احفظ هذا البلد بسادته بعلمائه بقادته. اللهم واحفظ شيعة أمير المؤمنين في كل مكان يا الله. اللهم أهلك الصهاينة بحق مولانا علي الأكبر، رد كيدهم إلى نحورهم يا الله. احفظ وأيد علماءنا العاملين سيما الحاضرين بحفظك، وشيعة أمير المؤمنين خذ بأيدينا وأيدي الحاضرين والمؤسسين إلى كل خير يا الله. إلهي وفقنا لخدمة الحسين والحضور في مجالس الحسين والبكاء على مصائب الحسين، وفي الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته يا الله. إلهي دعائي الأخير لي ولكم، اللهم ارزقنا حسن العاقبة. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات من مات على الإيمان، أموات السامعين، خدام الحسين، خدام هذه الحسينية الذين توفاهم الله تبارك وتعالى والآن مو بيناتنا، اللهم تغمدهم جميعا بواسع رحمتك. وإلى أرواح الشهداء والعلماء والسادات، وإلى روضة مولاتي فاطمة المعصومة عليها السلام، وشهداءنا القادة، وروح السيد الإمام الخميني رحم الله من أهدى الفاتحة مع الصلوات.